خروج برشلونة يعيد الأمل، الكرة الذهبية تلمع في عين محمد صلاح. امبارح برشلونة ودع حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا من منتصف النهائي بعد الهزيمة أمام إنتر 3-4 في مباراة كانت صعبة على المشجعين، والبرشلونيين طبعاً زعلانين لأنهم كانوا قريبين من الفوز. لكن على الجانب الثاني جماهير إنتر ميلان في قمة سعادتها بالتأهل للنهائي. بس بين ده وده في طرف ثالث سعيد جداً بالنتيجة، وهو نجمنا المصري محمد صلاح، وجماهير ليفربول اللي نفسها تشوف صورة مو شايل الكرة الذهبية بعد موسم استثنائي قدمه مع الفريق. مؤخراً المنافسة كانت شرسة بين محمد صلاح وبين البرازيلي رافينيا جناح برشلونة، والكل أكد إن التتويج بالكرة الذهبية لعام 2025 مش هيخرج من الثنائي ده. لكن للأسف محمد صلاح تعرض لضربات موجعة أبعدته مؤخراً عن المنافسة والصورة لما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا في دورة ال16 أمام باريس سان جيرمان، وخسر بعدها بأيام كأس الرابطة الإنجليزية أمام نيوكاسل. وبعد ما الكل بدأ يتكلم عن رافينيا قريب جدا من التتويج بالبالون دور، خصوصا ان برشلونة متصدر الدوري الاسباني وقريب من التتويج بدوري ابطال اوروبا. جه خروج الفريق الكتالوني من دوري الابطال بصيص نور لمحمد صلاح في مشواره وحلمه للتتويج بالكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته. المنافسة حاليا متقاربة، صلاح توج بالدوري الإنجليزي ورافينيا قرب من التتويج بالليجا، وبالتالي المقارنة بينهم هتكون في الأرقام الفردية لكل لاعب ومساهمته مع فريقه. صلاح الموسم ده شارك في 49 مباراة مع ليفربول وسجل 33 هدف وصنع 23، يعني ساهم في 56 هدف للريدز في 49 مباراة بس. أما رافينيا فشارك مع برشلونة الموسم ده في 53 مباراة وسجل 32 هدف وصنع 25، يعني ساهم في 54 هدف خلال المباريات اللي لعبها. الأرقام متقاربة جدا، ولحد دلوقتي محمد صلاح هو المتفوق، وفاضل 3 مباريات في الدوري الإنجليزي ممكن يكونوا فرصة حياة أو موت للملك المصري إنه يقدر يوسع فارق المساهمات مع رافينيا ويحقق حلمه وحلمنا كلنا بإن يتصور مع جايزة الأفضل في العالم. لكن المرة دي بجد مش بس في الفوتوشوب، فهل الملك المصري ممكن يفوت فرصة زي دي على نفسه؟ ده اللي هنشوفه خلال المتبقي من الموسم.